لو كنت بتعمل بيزنس او حتى في علاقاتك الشخصية عايز تنميه اكبر او تنمي علاقاتك اكبر، المبدأ ده لازم تكون واخده في حياتك. في قصة سيدنا موسى اما ربنا بيقول فسقى لهما ثم تولى الى الظل، قدم المساعدة وما تستناش رد الجميل. من اكتر الحاجات اللي هتساعدك ان انت تعمل نجاح كبير هو ان انت تقدم وتنفق وتعطي بلا مقابل، وهو ده اللي سيدنا موسى عمله، وكان جزاؤه بعد كده ان هو اتجوز ووظيفة، يعني القصة الى اخره. ولكن ده مبدأ مهم جدا لازم تتبعه في علاقاتك، تتبعه في البيزنس بتاعك، تتبعه وانت بتحاول توصل لاهدافك. جرب اعمل حاجة وما تستناش المقابل من الناس، استنى المقابل من رب الناس. والحاجة اللي بتعملها بالشكل ده دايما بتلاقي ان المقابل بتاعها اكبر بكتير. عايزك تفتكر معايا كده اي مرة عملت فيها حاجة في شغلك او في علاقتك بحد معين وانت مش مستني من ورا الحاجة دي اي منفعة شخصية، بتلاقي ان ده كان سبب كبير في خير كبير ليك. فوانت بتتعامل في حياتك حاول تاخد المبدأ ده، وهو انك تعطي بلا مقابل وما تستناش النتيجة او الاجابة من الناس، ولكن تكون بتعمل كده علشان خاطر ربنا، بتقدم المساعدة، بتقدم الخير، بتقدم النصيحة، ايا كان اللي تقدر تقدمه بالدور اللي انت موجود فيه دلوقتي. جرب تعمل ده وهتشوف الخير الكبير اللي هيكون موجود في حياتك. لو عايز تشوف النوع ده تاني من الفيديوهات تابعني في سلسلة فيديوهات بصيرة اللي بكلمك فيها وبكلم نفسي في البداية عن معلومات من كتاب ربنا تساعدنا ان احنا نعيش حياتنا بشكل احسن ونوصل لأهداف كتير من أهدافنا.